بعد إدراكهم لأهمية الصورة كأداة فعالة في إقناع الرأي العام بقضية الجزائر أثناء الثورة التحريرية، ها هي السينما الجزائرية تنطلق لتخطو خطواتها الأولى مع اندلاع الحرب. فرق من جيش التحرير الوطني تنظم إدارة سينمائية عسكرية لتنتج أفلاما تسجيلية تحكي واقع الجزائريين آنذاك. مجاهدون سينمائيون صوروا لقطات تاريخية بمساندة مؤيدين فرنسيين أمثال المخرج الفرنسي روني فوتي. السينما ساهمت في تلك الفترة بقدر كبير في نقل واقع الثورة إلى الرأي العام العالمي بالصوت والصورة. نغير على نفوسنا، درك يجي صادق يدينا بالكاميون تاع الزبل، انت تهبط الاولاني وانت دير البومبا وين نقول لك وترجع لهنا بالخف، يلزم ترد بالك مليح كي ترجع، ومن بعد حسيبه بعدها محمود. معركة الجزائر لبطي دلجي إبداع العصر آنذاك، أنتج العام 1966 على يد المخرج الإيطالي جيليو بورتيكورفو. حبسوا شوفوا فيه مليح من الفوق، كل شيء يتبدل في القصبة، شوفوا فيه مليح. مشاهد ظلت راسخة في أذهان الجزائريين. مصطفى بديع يحذو حذو المدرسة السينمائية الجزائرية، فيتخذ حرب التحرير كمادة ليبدع في إخراج فيلمه الليل يخاف من الشمس. على بنيه الزهو العسكر وماذا بيا نشوفوا وين راه. استناي وصبري. يصنف ضمن أبرز الإبداعات السينمائية في الجزائر. ريح الأوراس لمحمد الأخضر حمينة يتوج بجائزة الكاميرا الذهبية بمهرجان كان. نجاح آخر يوقعه السينمائي حمينة في سجل المهرجانات الدولية. وقائع سنين الجمر ينال هذه المرة جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان عام 1975. تميزت بالديناميكية الاجتماعية. أفلام مرحلة السبعينيات رسمت منعرجاً هاماً في تاريخ السينما الجزائرية. يا ربي أيما كيف ندير. تنتج أفلام ويذيع صيتها عربياً وعالمياً بمشاهد أثرت على الرأي العام واستقطبت احترام وإعجاب النقاد. ما تلفتش علي، ما توقف. عنوانه زاد، فيلم من إنتاج مؤسسة الكايك الوطنية وإخراج سينمائي اليوناني كوستا غافراس. عدسة كاميرا السينما تغير وجهتها لتنصب حول الواقع الجزائري وتحاكي تناقضاته بإصدار فيلم عمر قتلاتو عام 1976 للمخرج المخضرم مرزاق علواش، والذي اعتبره النقاد بداية لسينما جديدة. الكوميديا اقتحمت هي الأخرى سينما تلك الفترة من خلال فيلم عطلة المفتش الطاهر لموسى حداد. راح تربح. عاود انت لابرانتي نتاعو هذاك. نعم. بداية تمشي. وصفها الملاحظون بالأكثر حرية في تاريخ السينما، جسدت فيها أفلام مميزة كالفيلم الملحمي الشيخ بوعمامة. L'Oranais avant la guerre était mon ami.
أعمال هذا الجيل الجديد المفعم بحب العمل السينمائي والشغوف بتجربة الآخر مؤشرات سينمائية تبعث على التفاؤل.